محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي محمد حل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه.
رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي لا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من صلب فما من سر اتصل به قلب منيب
إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربيها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. ذلك واعده وتلوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شاهد صلى الله. أشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله ولعن الله ما أمره بتبرير خلقه من فرده ونفره أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمات لله وكبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما جعلنا قد إرادة الله في العلم القديم بذور أشرار التخصيص البشر الكريم
بالتكذيب والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وذمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره بالأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهور وبار فتعنقت همة الراكب من هذه الحروف صلى الله عليه. في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعنقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير المنام ولكن جليل تذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. على
الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير من وطئ ثراه المشفع في الورى من به حلت عراه كل عبد مذنب. خير من وطئ ثراه المشفع في الورى من به حلت عراه كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير البرية نظرا إليا ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إليا ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية. يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية. يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية. خير البرية نظرا إلي ما أنت
وبارك اللهم عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. استوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت عشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ عليك بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج لقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة مولة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. والسماوات متضمحة بذل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز العالم إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور صلى الله عليه التكريم. وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب ونوض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنس بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له بنا الشرف بالكسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد حضرك رسول الله وكرمك رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطروا يا هلال مثاني فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقا في الحسن تفرد صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه صلى الله عليه
جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله يا رب رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه الله آمين لخير مقعد آمين يا الله يا الله عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا الله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم الأرواح
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك الإشراف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. صلى الله وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. صلى الله قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يرد الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن العناية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala dhunnun al-misri inna lillahi ibadan tarakul ma'siyata istihya'an minhu ba'da an kanu tarakuha khasyatan minhu. Taubatul awami takunu minadh dhunub وتوبة الخواص تكون من الغفلة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba yang meninggalkan maksiat karena malu kepadanya. Setelah dia meninggalkan maksiat karena takut siksaannya. Ba'da an kanu tarakuha khasyatan minhu. Hamba-hamba pilihan adalah mereka yang mempunyai rasa malu kepada Tuhannya, meninggalkan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Adapun taubat
ada beberapa level, ada beberapa tingkatan, berdepan senapan tingkatan orang tobat. Taubatul awam takunu minadz dzunub. Taubat orang umum, orang semacam kula panjenengan nika. Takunu minadz dzunub, maka tobat dari dosa. Imun tak tobat secara gelu. Tobat dekat Gusti Allah, tobat orang umum, tobat karena ngelakonin dosa. Wa taubatul khawas takunu minal ghaflah, tapi tingkatan saya paling tinggi taubatnya orang-orang pilihan adalah taubat minal ghaflah. Mereka taubat kepada Allah minal ghaflah, daripada lupa. Lopan aja taubat tidak Gusti Allah. Sehingga sebagian mereka mengatakan apa? Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita ini yang beristighfar, istighfar kulibi sampeyan iki gek butuh istighfar boleh, karena istighfar ini tak serius main-main. Bene maksiat saya baru istighfar. Tobat tidak perlu tobat boleh, karena tobat tak serius. Tobat para nabi dekat Allah Subhanahu wa taala benar karena dosa, karena lupa. Para awliya, para orang-orang sulaha, orang-orang sesoleh, mereka lamun beda dosa sekone karena mahfud. Adapun Nabi maksum tandi dosa para nabi. Ditobat ada Gusti Allah semakin meningkatkan, semakin meteki derajat, terus semakin tinggi. Karena dakundak pertama untuk mencapai ridhona Allah Subhanahu wa taala dari tobat kada. Selama ini kita elebati dakundak sepertama tobat tak bisa. Siapapun yang ini sampai kepada Allah harus melalui tangga yang pertama, tangga Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebidanan kaula panjenengan tobat dari dosa. Orang-orang sesoleh menyesali karena beda bekto saya terbuang sia-sia. Menyesali karena beda bekto saya tak akan ku istighfar, tak akan ku adzikir dekat Allah Subhanahu walhamdulillah. Kula panjenengan ki ibadah kesempatan ki beri taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, ngisi bekto-bekto luang ning sore hari mangken kelaban dzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah termuka titi tobat saya keterima dening Allah Subhanahu wa taala. Titi hadir niat tobat ke Gusti Allah, ya minta ki seporah kang kuring sepo, kemudian akereman kebagusan karing sepo. Ya, aneka di antaranya adalah level atau tingkatan-tingkatan tobat dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang meninggalkan hamba-hamba pilihan, bukan mereka yang tidak mempunyai dosa. Hamba pilihan mereka bukan yang tidak bersalah kepada Allah. Innalillahi ibadan tarakul maksiyata istihya'an minallah. Mereka masih mempunyai rasa malu kepada Allah, ki andi sifat todus ke Gusti Allah. Ki ring pele anjir mun selama ki bersifat haya. Mun ki bersifat haya, maka dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al haya'u nisful iman. Haya nika todus nika separona iman. Teti mau cabut salah situnga pasti norok situnga. Tak mungkin cabut iman pas todus cekak, tak bisa. Atau cabut todus cabut iman cekak, tak mungkin, karena neka satu dan yang lain saling mengikat neka. Kesempurnaan iman berenang sifat al haya. Kesempurnaan iman berenang sifat al haya. Mas selama haya nika kiba dening dalam ateh kaula panjenengan, maka selama nika pula insyaallah kaula panjenengan ki ibadah peluang teti napa? Teti hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amantar muka sifat todus nek kandi kaula panjenengan, todus ngelakonin dosa, todusnya ngelakonin maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات موصول. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تعط الرحال فتغشاها منه الفيوضات
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكك إرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرب القرب وإلى هذا الحبيب غاية آما وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأن تجعلنا ممن في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهكك وكي من المهدين ولعهدك من اللهم إنا لنعظم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سال والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشربجة أولادنا ووالي وأهل قطرنا وجميع المسلمين مسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد ودمراية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين وابسط العدل بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.